المشكلة اللي انت بتحاول تتجاهلها مش هتختفي مع الوقت، وكمان في طرق تانية كتير لو استخدمتها أأكد لك ان انت هتخسر اي صراع تدخل فيه، زي التسرع، الهجوم، او حتى التنازل عشان الموقف يعدي. تخيل كده ان كل واحد فينا في شغله بيقضي تقريبا 30% من وقته في إدارة الصراع، سواء المشاكل دي بتبقى مع زمايلك انت شخصيا في الشغل او بتبقى بين اعضاء الفريق بتاعك. انت مش هتقدر تتجنب الصراع ومش هتقدر تتجنب المشاكل اللي كده كده اكيد هتقابلك، لكن تقدر تتعلم ازاي تديرها صح عشان ما تطلعش خسران ولا الطرف التاني كمان يطلع خسران. اول حاجه تعملها عشان تقدر تدير مشاكلك صح ان انت تفهم وتدور على الحل الاصلي للمشكله، ما تبصش على الجزء الصغير قوي اللي باين منها وتحاول تحله، لا لازم ترجع لاصول المشكله عشان تعرف تحلها صح. تاني حاجه، انت لازم تتقبل فكره ان انت مسؤول حتى ولو عن جزء صغير من وجود المشكله دي، او حتى ان انت اديت انطباع خاطئ للطرف التاني. لازم تسمع كويس قوي عشان تفهم مش عشان ترد. ما تحاولش ابدا تقاطع الطرف التاني، ولازم تتحكم في مشاعرك عشان النقاش ما يتحولش لجدال وفي الاخر ما تتحولش لخناق. حاول، معلش الموضوع صعب شويه، انك تتحكم في مشاعرك جدا وما تنفعلش مع اختلاف وجهات النظر. وطالما كده كده لا التنازل هو الحل ولا الهجوم هو الحل، يبقى الحل الامثل لاداره اي صراع واي اختلاف لوجهات نظر هو التفاوض. لازم الحل لازم يكون وين وين، احنا الاتنين نطلع كسبانين، لان لو واحد فينا كسب والتاني خسر فده مش حل للنزاع، وطبعا هتحصل مشاكل تانية بعد كده وغالبا هتكون اكبر. عشان كده انتوا الاتنين لازم توصلوا لحل يرضي جميع الاطراف، ما يبقاش في طرف جاي على الطرف الاخر. عشان تنجح في انك تعمل ده لازم يكون في ثقة بينك وبين الاطراف اللي انت بتتعامل معاهم، فما تحاولش انك ترجع في كلامك ولا انك تكون غير صادق وتقول حاجة مش هتعملها، لان لو مفيش ثقة صعب جدا جدا المشكلة دي تتحل. وانت بقى بتحل مشاكلك ازاي؟